ما تستقيلوا يا كابتن حسين، ما تستقيلوا يا كابتن، الوضع بقى سيء، إيه ده شكل الزمالك، ده اللعيبة بتتفرج زينا، ما فيش ولا رد فعل ولا أي حاجة، استقيلوا يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارحب بحضراتكم من جديد. بيراميدز يكتسح الزمالك بثلاثية نظيفة مع الرأفة، يعني بيراميدز النهارده يعني غير الثلاث أهداف كان ممكن يفنش خمسة النهارده ستة كمان. بشكل الزمالك ده لشكل الزمالك، رغم إن الشوط الأول يا جماعة شوط أول، يعني شوط أول كان يعني كان مميز والزمالك كان متماسك نوعًا ما. نقطة تحول كبيرة جدًا تصدي شريف إكرامي لكرة مصطفى شلبي وتردد، يعني فرصة بروحين. مصطفى شلبي صوّب تألق بشكل كبير جدًا شريف إكرامي، وأنا مش مصدق لحد اللحظة اللي باكلمكم فيها دي، إن شريف إكرامي تعامل مع الكورة دي إزاي بصراحة، إزاي شريف إكرامي تعامل مع الكورة دي، طبعًا وكمّلها الجزيري وطلعت طبعًا خارج المرمى، دي كانت نقطة تحوّل. الزمالك هو ما لعبش الزمالك هو ربع ساعة في المباراة كلّها، هو الشوط الأول، في ربع ساعة. غير كده الجانب الآخر بصراحة أنا مش عارف إبراهيم عادل ده لسه قاعد في الدوري المصري إزاي. إبراهيم عادل كلفة زيزو كلفتها، كلفته كلفتها يا جماعة، كلفته بصراحة. شوط عظيم جدًا، جدًا من بيراميدز، ونجح بيراميدز الصراحة إن هو يتصدر الدوري عن جدارة واستحقاق بصراحة. عمل مباراة كبيرة قدام النادي الأهلي، والنهارده بيعمل مباراة كبيرة قدام الزمالك، وفي ظروف الزمالك خلاص يعني الجمهور وصلت للأعناق هنا يا كابتن حسين. مش قد الشيلة، ما سيبها يا كابتن حسين، مش قد الشيلة، سيبها هات كده يعني ناس تيجي مسؤولين على قد المسؤولية، مش أنت توعد وعمال يقول أنا هاجيب لعيبة من الأهلي وأنا مش عارف إيه، وكل ما طلعت قبل كده مع لميس الحديدي في لقاء على التلفزيون وقلت أنا ووعدت الجمهور ما فيش ملف مسكته وعملت حاجة يا كابتن حسين. أنت النهارده فين الزمالك النهارده؟ زيزو مش موجود، ما تمشي يا عم. انتوا عمالين تمشوا ومجلس ده كله عمال يجري ورا زيزو وابوه والنبي مش عارف ايه والنبي. طب انت خد لك 70، خد لك فيلا، خد لك عربيه، ما يمشي يا عم زيزو، ما يمشي زيزو. ده زيزو ايه ده عايز 100 مليون، ده منظر عايز واحد 100 مليون في الزمالك، ايه يا جدعان في ايه؟ في ايه ده زيزو. هات لك يا عم لاعبين ثلاثه وهات صفقات حلوه تشد الفريق، تفوق الفريق. عندك بطولات وعندك ماتشات مهمه، ماتشات مش سهله يا كابتن. النهارده بيراميدز النهارده عمل كل حاجه، اللعيبه اصلا واحد زي رمضان صبحي كان فقد الثقه في نفسه، النهارده بترجع له الثقه في نفسه في الهدف الثاني اللي عمله، او في الهدف الثالث اللي عمله لابراهيم عادل. ايه ده؟ والنهارده الونش، ايه الونش ده الونش. كلفتها فيستون مايلي بصراحه شوط تاني عظيم قوي، عظيم قوي جدا من بيراميدز، ونجح ان هو يفرض شخصيته في الشوط الثاني، هيمنه وسيطره على المباراه بشكل كبير وسط الملعب. سواء بلاتي توريه ولا وليد الكارتي ومعاهم احمد عاطف قطه، عملوا بصراحه مباراه عظيمه. سواء الاطراف النهارده، هو يعني واضح جدا الفرق ما بين لعيبه الزمالك ولعيبه البيراميدز يا جماعه. المساحات بقت كبيره جدا، سواء عند عمر جابر قبل خروجه وعند الناحيه الثانيه عبد الله السعيد طلع مننا، بان الفرق خلاص. واضح جدا لما بيكون عبد الله السعيد موجود في الملعب شكل الزمالك بيتغير. ده النهارده زيزو بقى بيرجع للتلت الاخير بتاع وسط الملعب بتاع الزمالك عشان هو يطلع ويبني الهجمه، لان مفيش حد يشغل الشق الهجومي، مفيش حد يشغل الشق الهجومي. النهارده لو جيت بصيت الجزيري فين، هي كوره الجزيري عاملها فين، فين شلبي كوره وباقي الماتش. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، خلاص مش عارف، انا مش عارف في ايه. الدنيا بايظه جدا يا جماعه، والزمالك بدون هويه بدون شخصيه. كلنا بنتفرج كده زينا زي مجلس الاداره، الفرق فضيت يا كابتن. والاتحاد الافريقي امبارح عمل لك بيان، قال لك القيد قدامه ل 28، معاك شهر تقدر تجيب في لعيبه وتسجلها في افريقيا كمان. انت عايز ايه هدايا غير كده وانت واقف تتفرج؟ مش قد المسؤوليه، امشي بشياكه واحترام وادب، استقيلوا. مش قادر تجيب لعيبه، استقيل. وتيجي ناس ويجي مدير رياضي زملكاوي محترم خايف على النادي وجمهوره يدعم الفريق، مش بالشكل ده يظهر. النهارده بيراميدز يا جماعه عمل كل حاجه، وضحت الفروق، السرعات موجوده، ابراهيم عادل عمل كل حاجه في الكوره، رمضان صبحي، مصطفى فتحي بصراحه النهارده مباراه عظيمه جدا على كل الجوانب الفنيه والخططيه. بان الفرق ما بين الزمالك وما بين بيراميدز في الشوط الثاني، بان الفرق.
واضح ان بيراميدز هو اللي هو اللي هيزاحم الاهلي على الدوري، واضح، واضح المنافسه تبقى مين النهارده. لكن الزمالك بالشكل ده الحمد لله اللي 3. ده جمهور النهارده الزمالك، واحد صحابي، ناس صحابي كلموني، لا الحمد لله 3. لا الحمد لله اللي 3. فبصراحه مباراه سيئه للزمالك، والزمالك من سيء لاسوء. ويا ريت يا ريت كده مجلس الاداره، ورسالتي لمجلس الاداره استقيلوا كده بكل شياكه واحترام، استقيلوا يرحمكم الله. وفي النهايه بيراميدز بصراحه عمل مباراه كبيره. بيراميدز واضح ان هو يوريشيتش بصراحه هو المدرب الوحيد اللي جه وقاد بيراميدز البطولات يا جماعه. شوف جه حسام حسن وجه غيرهم من المدربين ما عملوش اي حاجه. وفي نهايه حلقتنا وحبيتك الحلقه ما تنساش اللايك والفولو ودعم من اخوك يوسف. وانتظرني باذن الله غدا في السبت الممتاز، السبت الرائع من الدوري الانجليزي الممتاز. سلام عليكم.